والله يا بيه ومليك عليا حلفان، احنا كنا قاعدين خلاص بنلملم اوراقنا في الدقيقة 95 في ماتش بيراميدز وسان داونز، بنقول خلاص سان داونز بقى عقدة الفرق المصرية، واخد بطولة تشامبيونز ليج قبل كده من الزمالك، ومخرج اهو النادي الاهلي من بطولة من نص النهائي البطولة، وكمان خلاص هيخرج بيراميدز من النهائي. فاحنا قلنا خلاص كده شكرا، السان داونز معروف بعبع الفرق المصرية. واذا به مهند لاشين وليد الكارتي الاتنين يحضروا يلبسوا البلاس 90 بتاعت النادي الاهلي، يروح الفانيلا الحمراء تظهر فجأة في ملعب سان داونز، ومهند لاشين يقول لي استنى استنى بس، انت رايح فين؟ استنى ما تقومش بس، ما تبداش تصوير دلوقتي، اصبر، انا هرفع لك واحده لولبيه كده في منطقه ال 18، وليد الكارتي هيخش يجيبها بالهيد يفرحنا كلنا في الدقيقه 95. الحقيقه انا قبل الماتش ما كنتش عارف انا هشجع مين، ما كنتش عارف انا هحب بيراميدز ولا هحب سان داونز. بيراميدز اللي هو اصلا يعني مرخم عليا في الدوري ومنافسني دلوقتي، وانا يعني مش بشجعه ومش بحبه قوي، بس بحترم طبعا المدرب بتاعهم وبحترم السكواد وبحترم التنافس اللي هو بيقدمه. وسان داونز انا طبعا فريق ده بكرهه كره العمى، لان كل ما يقابلني احس ان انا داخل خلاص طالع بره البطوله. اما جه الجون في الدقيقه 95 لقيت نفسي بفرح بصراحه، فانا مش هبقى كداب لو قلت لك ان انا ما فرحتش بالجون اللي في الدقيقه 95. كالعاده معاكم محمد ناصر من فقر كوره وسبوره. لو وصلك الفيديو شير لايك كومنت، الحاجات دي بتزود الانتشار، ساعدونا بالله عليك. يلا بينا نبدا. طيب يا جماعه، دلوقتي الماتش كان غريب شويه. الماتش بدأ يعني الماتش اولا طبعا في عز الحر، وما تتوقعش خالص ان بيراميدز هينزل الشوط الاول هو اللي مهاجم وهو اللي مسيطر وهو اللي ضاغط وهو اللي اخطر وهو اللي مضيع 5 6 فرص قدام الجون، وما تتوقعش ده خالص. بس اللي حصل هو ده، ان انت نزلت الشوط الاول كله بيراميدز ضاغط ضغط السنين. ابراهيم عادل عامل ماتش حلو جدا، بلاتي توريه والمهاجم والله فيستون مايلي احسن 3 في الماتش باي فار يعني عن اي حد. عاملين عاملين شوط اول حلو جدا، وبتضيع فرص سهله جدا، بس كالعاده اللي يضيع يقبل. فكانت اول فرصه في الشوط التاني سان داونز استغلها وجابها جون، واذا بيه بيراميدز ينهار انهيار غريب جدا. يعني انا ما بقتش فاهم يا جماعه، سان داونز مش قويه، انتوا كنتوا زنقينهم في نص ملعبهم في ملعبهم في النهائي، فانت ليه بترجع؟ ليه بتنهار؟ ما اجي فيك جون عادي يا عم، ما يجي فيك جون، ايه المشكله؟ ما انت كده كده لسه ملاعب اورلاندو بايرتس، وكان في القاهره عمال يعمل عليك رومنتادا وانت تعمل عليه رومنتادا لحد ما انت خلصت الماتش لصالحك، فكان عادي يعني. فابتديت احس كده من جوايا انه خلاص سان داونز بقى عقدة المصريين، ملعب سان داونز ده بقى عقدة اي مصري يخشه، احنا داخلين ملعب سان داونز نخسر خلاص. بس بعد كده من اول دقيقة 75 دقيقة 70 اخر تلت ساعة او ربع ساعة، برضو يوريشيتش يعمل تغييراته. معرفش هي اتأخرت ولا ايه ولا هو قاصد، مش عارف بصراحة، بس يعمل تغييراته ويرجع تاني بيراميدز يسيطر على الماتش. فالجون اللي جابه مهند لاشين ده ما كانش صدفة، لا هو كان ليه يعني كان ليه علامات. العلامات ايه؟ انك انت رجعت تاني تسيطر، رجعت تاني اخطر، رجعت تاني بتحاول، رجعت تاني زنقتهم في نص ملعبهم وعند ال 18 بتاعتهم، فكان نتيجة ده الجون. والجون ده الصراحة بطعم الفوز. انت هتيجي هنا اهدى بقى شوية. طبعا هو برضو سان داونز كده كده ما بيفرقش مع الملعب، احنا شفناه برضو بيتعادل مع الاهلي وبيكسب الاهلي عندنا في القاهرة. فهنشوف بقى ايه اللي هيحصل. يا ترى بقى بيراميدز هيقعد بقى يذاكر كويس، يشوف الدنيا هتمشي ازاي، يحضر للماتش كويس، ولا سان داونز هو اللي هيبقى محضر اكتر؟ ادينا هنشوف. المهم نخش بقى على، يعني ادينا سيبنا السماوي بتاع مصر، نخش بقى على السماوي بتاع ايطاليا اللي فرحني امبارح بصراحه. انا بشجع نابولي بقالي تقريبا 5 أو 6 سنين، وتشجيع نابولي جه ازاي؟ بالصدفه البحته، انا قاعد بلعب بلاي ستيشن مع اصحابي، فايه نختار انديه ايه يا جماعه، احنا زهقنا من الانديه الكبيره وبتاع، ما تيجوا نلعب كده في الدوري الايطالي ونشوف بلعب بنابولي، لقيتهم فريق حلو جدا، ميرتنز بقى وزيلينسكي ولوبوتكا واوسيمين وكفارا ومش عارف ايه شويه ناس كده، لا وبعدين بيلعبوا كوره حلوه، بقيت بشجعهم في الحقيقه. المهم خدوا دوري 22 23 مع سباليتي، والحقيقه برضو ده دليل على ان الدوري ده بتاع 24 25 ده صعب جدا، وبطله الاول هو كونتي. تشكيله سباليتي مختلفه تماما، يعني ما هي مش مختلفه تماما، هو في 4 لعيبه من ضمنهم طبعا اهم 2 لعيبه هو اوسمن وكفاراتسخيليا، الاتنين اللي مشيوا، وبعدين كونتي واخد او يعني خلينا نقول سباليتي الاول اخد الدوري. هو طبعا هو تمام، هو عمل انجاز معاهم، بس هي الفكره ان السكواد كان حلو،
بس كان دايما بيبقى ناقصهم التاتش الاخير، يعني دايما كانوا بينافسوا على المركز الاول والتاني، بس دايما يبقوا متصدرين. يعني كان بقالهم 3 4 سنين متصدرين لحد مثلا ايه الاسبوع ال 30 مثلا في الدوري، وفجأة انتر يركب او اي نادي تاني يركب، فاللي خلاص بيركب ما بينزلش في اخر بقى مثلا 5 6 اسابيع. انما لما سباليتي جه كان ناقصهم التاتش الاخير، اللي هو ايه، ان هو احنا يا جماعه خلاص احنا يعني متقدمين في الجدول ومركز اول، فنحافظ بقى على المركز الاول. ده اللي كان ناقصهم، دي الحاجه الوحيده اللي كانت ناقصاهم. فجه سباليتي عمل كده. انما كنت جه على فريق، مش فريق، يعتبر فريق مهلهل حرفيا، وجاب بقى معاه لوكاكو، وجاب بقى ايه ماكتوميناي. طبعا لوكاكو ماكتوميناي قبل ما يجوا نابولي الاثنين ما كانوش شايفين قدامهم. واحد كان مغمور خالص في الدوري الانجليزي في مانشستر يونايتد، ومانشستر يونايتد في اسوأ حالاته. والتاني تقريبا لوكاكو مش عارف قبل ما يجي كان في روما ولا كان فين، كان ما كانش شايف قدامه، كان خلاص لوكاكو يا جماعه اصله بيبطل. الاتنين هما الاتنين اللي جابوله الجونين بتوع الماتش بتاع امبارح، وهما اكتر اتنين مساهمين في الدوري، وماكتوميناي طبعا بالاحقيه خد احسن لعيب في الدوري. فده يوريك ان كونتي اخد من سكواد مترنح حرفيا. احنا اول الدوري ده ما كانش متوقع بجنيه ان احنا ننافس على اول 3 4 مراكز حتى، اللي خده خلاه البطل. طبعا هو اتحدد في اخر ماتش لان انتر برضو نسخة قوية جدا، الراجل وصل نهائي تشامبيونز ليج. بس الفكرة ان انت بالسكواد ده تاخد البطل، بطل الدوري الايطالي، دي حاجة انا بشوف انها اعجازية. لانك انت الدوري اللي فات مخلص مركز مش حلو، وماشي من عندك 3 4 لعيبة، ومغير 3 مدربين، انت جاي عامل مشاكل، وفي مشاكل في السكواد. لا وكمان كنت عنده مشاكل مع رئيس النادي، ولوكاكو عنده مشاكل مع رئيس النادي، وتقريبا رئيس النادي ده ما حدش بيحبه، يعني كل ما حد يجي يعمل معاه مشاكل. حتى سباليتي عمل معاه مشاكل وبرضه مشي بسبب المشاكل دي، وواضح ان برضه كنت هيمشي بسبب المشاكل دي. بس في النهاية ده يوريك ان مهما كانت الظروف، انت لو عندك الرغبة والروح انك انت تكسب هتكسب. ده اللي عمله كونتي السيزون ده، انه عمل من الفرقة دي فرقة هتكسب الدوري. على فكرة انا ما كنتش بتفرج على كل ماتشات نابولي. انا نابولي السيزون ده مش بيقدموا كرة حلوة، يعني الكرة بتاعتهم مش جميلة. يعني انا اقول لك مثلا انتر ميلان لا كرتهم حلوة، فيها جرينتا وفيها روح وفيها مش عارف ايه، وفيها تاكتكس عالية قوي من انزاجي ومش عارف ايه الكلام ده كله. انما نابولي السيزون ده كنت بحس ان هم نازلين، يا جماعة احنا نازلين هنكسب. هنكسب ازاي بقى؟ هنكسب تكتيك طبعا من كونتي عالمي اكيد، بس انا بتكلم بقى على اللعيبه. تحس ان مفيش كرة جماليه بتقدم، احنا عايزين نكسب، فهنلعب بايه؟ هنلعب بالتكتيك اللي يكسبنا، مش اللي نلعب بيه كرة حلو. وبالمناسبه الغريب جدا ان الماتشين بتوع امبارح بتاع انتر ميلان ونابولي، المدربين الاثنين سواء كونتي او انزاجي الاثنين كانوا بيدربوا من المدرجات، لان الاثنين كانوا واخدين طرد في الماتش اللي قبليه، اللي هو برضو كان المفروض ان هو هيحدد الدوري بس ما تحددش. فلا الدوري الايطالي كمجمل الموسم ده من الدوريات الاندر ريتد جدا، يعني مش ناس كتير قوي بتتفرج عليها. وحتى انا ما كنتش متابعه قوي في الاول، بس طبعا كنت متابع اخبار نابولي بحكم ان انا بشجعهم وكده، وعارف ان هم الاول، وعارف ان هم مش عارف ايه وتمام والدنيا تمام، بس ما كنتش بتفرج على الماتشات. بس لما بدات اتفرج على الماتشات في اخر تقريبا 8 9 اسابيع، لا يا جماعه الدوري ده حلو جدا السيزون ده. انا كنت سمعت اخبار ان تقريبا الدوري ده هيتذاع على بين سبورت السيزون الجاي، ودي هتبقى حاجه حلوه جدا، لان هو برضو ما كانش واخد حقه، لانه بيتذاع على ابو ظبي. فابو ظبي تقريبا مش ناس كتير بتشترك فيها، فما كانش واخد حقه بسبب كده. كون ان هو يتنقل بقى على بين، لا هو الدوري يستاهل، الدوري يستاهل. واظن ان في لعيبه كتير ما كانتش بترضى تروح، لان الدوري كان بقاله كذا سنه ضعيف، والمشاكل اللي حصلت والمراهنات والكلام ده كله. انا حاسس ان هو رجع تاني، لا دوري قوي عادي، ممكن اي لعيب كويس يروح عادي يشارك في اي نادي هناك وهيتبسط وهيبقى فيه منافسه. والدوري يا جماعه مش بس تكتيك، الدوري يعني عارف حرب. انت بتبقى نازل الماتش حرب جسمانيه، محتاج قوة غير طبيعية. ما كانش كده يعني ايام ما صلاح مثلا ما كان في روما، لا الدوري كان على الهادي، على الهادي شوية. انما دلوقتي الدوري قوي جدا كتكتيك، وقوي جدا ك يعني كمعدل او مجهود بدني عند اللعيبة. اللعيبة بتطلع من الماتش تعبانة جدا، اللعيبة بتطلع من الماتش منهكة. تغييرات من اول الدقيقة 50 55 60 بتبدأ. ليه؟ اللعيبة بتحارب في الملعب يا جماعة. وادينا هنشوف، يعني ادينا هنشوف بقى. كنت كان بيقولوا في انه في اخبار انه ماشي، ورئيس النادي طلع قال هو لو عايز يستمر معانا اهلا وسهلا، لو مش عايز برضو اهلا وسهلا براحته.
فادينا هنشوف الاخبار لسه ايه، لسه مش عارفينها. هنشوف بقى ماتش بيراميدز العودة في القاهرة هنا مع سان داونز هيعملوا ايه، وهنشوف الجولة الأخيرة في الدوري المصري اللي هتحدد مين هو بطل الدوري. طبعا كلنا عايزين كأهلاوية ان شاء الله الأهلي هو اللي يكسب، وهنشوف وهنتابع مع بعض. اشوفكم في حلقة جديدة من كورة سبورة، كان معاكم محمد ناصر، وشكرا جدا اللي وصل لاخر الفيديو يا جماعة. سلام.